إذا ملخص الشوط الأول ما بين المغرب أتلتيك تطوان والمغرب الفاسي بانطلاقة كانت فاسية، بينما التدخل الدفاعي في آخر المطاف يحبط هذه الهجمة. وهنا مطالبة المغرب التطواني بركلة جزاء، يقول الحكم الداكي رداد ليس هناك أي ركلة جزاء. تعود المحاولات على استحياء للاعبي المغرب الفاسي. وهنا محاولة تطوانية بركلة كانت ركنية، لم يستغل ذلك لاعب المغرب التطواني، كانت خطيرة. هنا تسديدة لاعب المغرب الفاسي سفيان لغزير وتصدي لحارس المرمى. تعود بهذا الكنترول شاهدناه رائع من لاعب المغرب التطواني الذي يخطئ المرمى محمد كمال. تتواصل الهجمات التطوانية، ودائما محمد كمال صاحب ال6 أهداف يحاول فيها، لم يجد الحلول رأسية من محمد كمال. أخطر محاولات المغرب التطواني كانت من محمد كمال، لا زال محمد كمال هو صاحب الخطورة في هذه المحاولة الرابعة. بعد ذلك ينتهي هذا الشوط الأول. هنا سريعا نعود لملخص الشوط الثاني بأولى المحاولات، كانت بركلة جزاء لاعبي المغرب التطواني. وكما قلنا محمد كمال يسجل 7 أهداف على مستوى الدوري الاحترافي. بعد ذلك المغرب الفاسي سوف تكون له الكلمة على مستوى المحاولات. هذه محاولة كانت ضائعة من لاعب المغرب الفاسي. تعود من جديد بهذا الاختراق من دون أي خطأ، يقول الحكم لمصلحة يوسف عاربيدي. تتواصل محاولات المغرب الفاسي، كانت من كريم الهاشمي المحاولة الأخيرة. وهنا كريم الهاشمي يلقي بهذه الكرة في مركز يعني المهاجم الصريح رقم 9 الذي يفقد البوصلة. كريم الهاشمي مرة أخرى يعود لتضييع مثل هذه الهجمات. هنا ركلة جزاء يعلن عليها السيد الداكي الرداد بعد العودة للفار. وفريق المغرب الفاسي سوف يتمكن في الدقيقة 81 من معادلة الكفة عن طريق سفيان لغزير، وهدف في الدقيقة 81 معادلة النتيجة عن طريق سفيان لغزير. هجمة كانت للمغرب التطواني، لم يستغل ذلك محمد لوميم. وهنا يعني فريق المغرب الفاسي والمغرب التطواني يتقاسمان نقاط هذه المباراة. هدف لمثله.